السلام عليكم. في هذه القصة ديال اليوم هي البطلة ديالها بنت في قمة البراءة سميتها سلمى، وهاد سلمى كانت عندها 19 سنة وساكنة في حي شعبي بسيط، وكانت هي النوارة ديال الدار ومحبوبة عند كاع الجيران. كانت كتقرا وتكافح وفي نفس الوقت كتعاون عائلتها بخدمة يديها. سلمى تخطبات لواحد الشاب سميتو امين، ولد الناس وخدام على راسو، وكانوا كيحلموا بالنهار اللي غادي يجمعوهم في دار وحده، ولكن ما كانوش عارفين باللي كاين شيطان لابس قناع ملاك كيتسناهم، وهذا الشيطان اللي هو ليلى الصديقه المقربه ديال سلمى. ليلى كانت كتاكل وتشرب مع سلمى وكتعرف كاع اسرارها، ولكن قلبها كان عامر بالحسد والغيره القاتله، وليلى كانت باغا هاد امين لراسها، وملي خطب سلمى قررت تدمر لها حياتها. المهم هي تبدا ليلى كتفكر في شي خطه شيطانيه باش تفسخ هاد الخطوبه هذه، وهي تستغل التطور ديال التكنولوجيا، ومشات وهي تصاوب واحد الصور مفبركه للصور ديال سلمى في وضعيه خايبه ومخله للحياه، وكتصدم اللي شافها. وهاد الصور صايبوا بالفوتوشوب وباحترافيه كبيره باش يبانوا حقيقيين. وليلى كانت عارفه باللي خو سلمى اللي سميتو ياسين راجل قبيح وعنده نفس حاره، وعارفاه باللي هو الوحيد اللي يقدر ينهي هاد القصه بكارثه. واحد الليله مع ديك 10 ديال الليل ياسين كان جالس في بيتو، وحتى كتوصلو رساله في الواتساب من نمره مجهوله. ملي حل ديك الرساله تصدم بداكشي اللي شاف. تخيلوا معايا، شاف اختو والشرف ديال عائلته في صوره كتقطر بالدل والعار. وياسين ملي شاف داكشي ما فكرش ولو لحظه وحده، وما قالش راه يقدر يكون هادشي كذوب. المهم هو يطلع ليه الدم للراس، والشيطان عمل ليه البصيره ديالو وما عقلش على راسو، هو يخرج من بيته بحال الوحش الهيج وقصد البيت ديال الاخت ديالو. وسلمى في ديك اللحظه كانت جالسه فوق السداري وشاده القفطان ديال العرس ديالها، وكانت كتخيط فيه وفرحانه وكتفكر في نهار عرسها اللي بقات ليه غير سيمانه. المهم دخل عليها ياسين وهو كيغوت بواحد الصوت مرعب، ولاح لها التليفون في وجهها وقال لها اشنو هاد الشيء يرفع عليا التركه وكيغوت. وسلمى ملي شافت دوك الصور تصدمات وبقات كترعد وقالت ليه والله ما انا هادي اخويا، والله يا خويا ما عمرني درت هاد الشيء وما عمرني، راه كذوب هاد الشيء وفوتوشوب. وياسين ديك الساعه ما بقاش كيسمع، والغضب كان اقوى من صوت العقل، ومشى للكوزينه دغيا وجاب واحد الجنوي كبير. وسلمى بقات كتهرب في البيت وكتغوت وكتطلب فيه وكتقول ليه ارحمني يا خويا عافاك، ارحمني انا راني بريئه. ولكن ياسين بكل وحشيه هجم عليها ووجه لها طعنات قاتله وطيحها. وسلمى هي طيح الارض والدم كيسيل فوق قفطان عرسها اللي كان بيض. واخر كلمه قالتها وهي كتنفس بصعوبه هي ظلمتيني يا خويا، ظلمتيني يا خويا، والله ياخذ الحق. وياسين خرج الزنقه وهو كيغوت وكيقول غسلت عاري بيدي. المهم هما يجيو البوليس دغيا وهزوا الجثه ديال سلمى وشدوا ياسين، ولكن الصدمه الكبيره ما وقفاتش هنا، الصدمه يلا غادي تبدا. الشرطه العلميه والتقنيه بدات الخدمه ديالها في التليفونات وقلبوا على مولات ديك النمره المجهوله اللي صيفطت تصور لياسين، ومن بعد بحث دقيق لقاو باللي ديك النمره ديال الصديقه ديالها ليلى. وليلى ملي جاو عند البوليس بدات كترعد واعترفت بكل شيء، وقالت لهم انا كنت باغي غير نخسر لها الخطوبه وما كيسحابش ليا خوها باللي غيقتلها. وهنا كانت الفاجعه، سلمى ماتت بريئه وياسين دمرت لحياته بسبب كذبه، ودابا ياسين في الحبس وما كينعسش بالليل بالندم والبكاء. ولكن ماشي هادشي اللي كيبكي، اللي كيبكي هو انه لقى في المذكره ديال اختو جمله كاتبها نهار قبل ما تموت، كاتبه انا اسعد بنت في العالم حيت عندي خويا كيحميني وعندي خطيبي كيبغيني. والوالدين ديال سلمى مساكن تشتات لهم العائله وفقدوا بنتهم، ولدهم دخل الحبس، وامين الخطيب دخل في صدمه نفسيه اللي خلاته يكره الدنيا وما فيها. وهاد القصه يا خوتي هي درس لنا كاملين، ردوا بالكم من الصحاب اللي كيدخلوا لبيوتكم وكيحسدوكم على فرحتكم، وما تيقوش اي حاجه كتشوفوها في التليفونات. راه التكنولوجيا ولات غداره وكتقدر تزور حتى الحقيقه.
وكنتمنى يكون هذا الفيديو درس لنا كاملين باش نحميو وليداتنا وبناتنا من شياطين الانس. وهنا كنوصل نهاية القصة المؤلمة، واللي وقع لسلمى وياسين كيعطينا درس كبير بزاف. اول حاجة طمع الطاعون، والطمع هو اللي عمى ليلى وخلاها تبيع العشرة والصداقة وتدمر عائلة كاملة على قبل وسخ الدنيا. ولكن كيف ما شفتوا الحرام ما كيدومش، والشر ديما كيرجع على مولاه في الاخير. ثاني درس هو الصحبة الصالحة، ماشي اي واحد ضحك لنا في وجهنا راه صافي كيبغي لنا الخير. خاص الواحد ديما يحل عينيه مزيان ويعرف شكون اللي كيدخل دارو وشكون اللي كيعاود ليه اسرارو. وحنا يا خوتي عايشين في الزمان اللي فيه الفتنه كتمشي بسرعه الضوء، بكليكه وحده يقدر الواحد يدمر عائله وشتات الشمل ويقتل ارواح. وهذوك اللي كيديروا هاد الافعال هادي كيسحب ليهم راه غير كيضحكوا ولا كينتقموا، ولكن راه عند الله تجمع الخصوم. ورسالتي لكل اخ واب، عرضك وشرفك راه ماشي هو تسرع وتقتل، عرضك هو تحمي بنتك واختك من هاد الشياطين. وإلا وصلك شي خبر كون انت هو السد المانع، تأكد وسول وبحث. راه القرآن الكريم ديالنا كيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين يا خوتي هو اللي كيحمينا من الندم. ورسالتي الثانية لكل وحدة دايرة راسها صاحبة، الدنيا دوارة وكما تدين تدان، واللي كتحفر لغيرها غطيح هي الأولى. وكنطلبوا الله السلامة لنا ولجميع المسلمين، والله يحفظنا من غدر الأقارب ومن شر النفوس الطامعة. وإلا عجبتكم القصة وخديتوا منها عبرة ما تنساوش تشاركوها مع أحبابكم باش تكون موعظة للجميع. وشكرا على المتابعة، ونتلاقوا في قصة جديدة وعبرة جديدة، وبسلام عليكم. والأهم من هذا الشيء ما تسرعوش في الحكم، حيت الندم ما كيرجعش الروح. والله يرحم سلمى ويصبر عائلتها على هذه المصيبة هذه. وكنتمنى هذه القصة تكون عبرة لكل واحد كيشوفنا دابا. وما تنساوش ديروا البارطاج الفيديو باش يوصل لأكبر عدد ديال الناس، وحتى هما يعرفوا هذا الشيء ويستافدوا وتهلاو حتى القصة الجاية إن شاء الله.